النهارده هتكلم معاكم عن اهم 20 ميزه موجودين في iOS 26 اللي هتوصل لك في شهر 9 اللي جاي. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا بينا. اول ميزه معانا وهو تاثير اللمعه اللي موجود في كل النظام حتى في الساعه. لو جينا نشوف كده هتلاقي اللمعه دي بتتحرك مع حركه الجهاز، وكمان الايقونات بتتاثر باللمعه دي. مش عارف انتوا واخدين بالكم ولا لا من الموضوع ده. وكمان الكنترول سنتر بيتاثر باللمعه دي مع حركه الجهاز. الميزه اللي بعد كده لو موصل جهازك بالشحن هتلاقي بيقول لك ناقص قد ايه على الشحن، ويوصل 80% او 100% على حسب انت محدد الوقت معين. كمان مش هيظهر بس في اللوك سكرين، لو دخلت على الاعدادات والبطاريه هتلاقيه بيوريك ناقص قد ايه. ناقص 36 دقيقه عشان يوصل ل 80%، وساعه و3 دقائق عشان يوصل ل 90%. كمان دلوقتي البطاريه بقت اذكى بكتير، وبتعرف استخدامك عن طريق ان هو بيديك علامه الاي او العلامه البرتقانيه دي، بيعرفك انت استخدمت ان التطبيق ده اكتر من اللزوم. يعني لو دخلنا كده على نشوف الاستخدام هتلاقي بيقول لك هنا انت استخدمت 30% ازيد من الاستخدام الطبيعي للتطبيق ده على مدار الاسبوع اللي فات. وهنا بيقول لك ان الشاشه الرئيسيه استهلكت 10% في وقت 35 دقيقه بالظبط. نفس الكلام في بقيه البرامج، بتقدر تشوف الاستهلاك بتاعها بطريقه افضل من الاول بكتير. كمان في ميزه جميله جدا وذكيه جدا، وهو في الباور مود او وضع الطاقه التكيفي. هتلاقي الوضع ده بيقدر يفهم استخدامك للموبايل، وبناء عن كده بيقدر يوفر اكبر قدر من الطاقه باستخدام الذكاء الاصطناعي. كمان مش بس كده، لو بتشحن بشاحن بطيء هتلاقيه ظاهر لك باللون البرتقاني، وبيقول لك ان انت بتشحن بشاحن بطيء. ولو انت بتشحن بشاحن سريع او شاحن اصلي هتلاقيه ظاهر لك باللون الاخضر. كمان في ميزه جميله جدا في تطبيق الصور، وهو وضع ثلاثي الابعاد. تقدر تفعل الميزه دي على اي صوره عندك في مكتبه الصور وتلاقيها بتتحرك بالطريقه الجميله دي. كمان مش بس كده، تقدر تفعل الميزه دي في شاشه القفل عن طريق ان انت تحدد اي خلفيه او اي صوره عندك على التليفون، وبتقدر تدوس كاستمايز وهتلاقي ان الميزه دي موجوده هنا. بتدوس على الزرار ده وهتلاقيه بيعمل جنريت، تستنى شويه وتلاقي الميزه عندك اتفعلت. كمان حجم الساعه دلوقتي بيتفاعل مع حجم الاشعارات، يعني لو في اشعارات او كذا رساله جات لك هتلاقي حجم الساعه بيظهر بالشكل ده. كمان تقدر تتحكم في حجم الساعه وعرضها كمان عن طريق اللي انت بس بتتحكم في الساعه بالطريقه دي. كمان تقدر تغير اللون بتاعها وتحول لكذا فونت، وكمان تقدر تغير من اللون الزجاجي بتاعها، تقدر تخليه ازرق او اي لون، وتتحكم في الشفافيه بتاعته تخلي لون غامق او فاتح او شفاف خالص. كمان تقدر تخلي اللون الزجاجي ده تلغيه وتخليه باللون العادي زي ما انت شايف قدامك. كمان دلوقتي في المنبه تقدر تظبط الغفوه وتاخرها شويه. تقدر تختار الغفوه بدل ما هي كانت 5 دقائق اللي هو تلقائي وما تقدرش تعدل من الغفوه دي تخليها ربع ساعه مثلا، لا دلوقتي تقدر تعدل فيها وتخليها اقصى حاجه ربع ساعه عشان الموبايل يبدا يرن. فاما بتدوس غفوه او سنوز فهو بعد 15 دقيقه دلوقتي هيبدا يعمل التنبيه تاني. كمان تطبيق سفاري تقدر تعدل من التخطيط بتاعه زي ما انت شايف كده في كذا شكل. ده الشكل الافتراضي، وده الشكل القديم بتاع iOS 18 بس بالطبع الزجاجي، وده الشكل القديم خالص اللي هو كان في الايوسات القديمه اللي هو السيرش فوق والتحكم تحت. لو جينا نشوف كده الشكل اللي في النص هتلاقي عندك التخطيط ده او الشكل الجميل ده، ونفس الكلام بقيه الاشكال تشوف الشكل اللي يعجبك. انا عن نفسي الشكل ده افضل شيء بالنسبه لي. كمان iOS 26 دلوقتي تقدر تفتح الايفون عن طريق نظاره ابل. كمان في ميزه جديده في نغمات الرنين. لو نزلنا تحت خالص كده عند نغمات الرنين وهتلاقي حاجه اسمها ليت نايت مود، لو فعلت الميزه دي بيبقى صوت الايفون اعلى من الطبيعي. كمان ابل هتضيف وضع التصوير السينمائي لتطبيقات الطرف الثالث زي انستجرام، سناب شات، اي تطبيق من تطبيقات الطرف الثالث اللي بتدعم التصوير هتلاقي اخيرا وضعيه السينماتيك مود موجوده داخل التطبيقات دي. كمان ابل هتسمح ان تطبيقات الطرف الثالث كمان تدمج بالذكاء الاصطناعي الابل انتليجنت الخاص بابل، تبقى جوه التطبيقات زي الواتساب او الانستجرام او اي تطبيق من تطبيقات الطرف الثالث. كمان في ميزه اسمها الريكفري اسيست، لو التليفون هنج مثلا على علامه تفاح او مش راضي يشتغل، الميزه دي بتتفعل تلقائي عن طريق ان انت بتوصل بس الايفون تاني، وبتلاقي عملت استعاده بدون استخدام اي جهاز كمبيوتر عن طريق ايفون جنبك بس. كمان تطبيق الهاتف حصل عليه تغيير جامد جدا زي ما انت شايف كده. المفضله مع الريسنت اللي هو المكالمات الفائته هتلاقيها ظاهره في فولدر واحد. وكمان عندك اعدادات زي ما انت شايف كده، تقدر تشوف الميسد كول او المكالمات الفائته زي ما انت شايف، او الفويس ميل او السبام المكالمات المتطفله او الارقام المش مسجله عندك. كمان ميزه الترجمه الحاليه اتضافت في تطبيق المكالمات للاجهزه الداعمه للذكاء الاصطناعي من ايفون 15 برو وانت طالع، وهو ان اي حد بيكلمك بلغه تانية هيوصل لك الكلام باللغه بتاعتك انت. يعني انت لو بتتكلم مثلا بالاجنبي والتاني بيتكلم بالاسباني، اللي بيتكلم بالاسباني ده الكلام هيوصل لك انت باللغه الاجنبيه، وانت ما تتكلم بالاجنبي الكلام هيوصل له هو باللغه الاسبانيه. فدي اسمها الترجمه الحيه، اتضافت في التحديث ده وبتشتغل عن طريق الذكاء الاصطناعي ومن غير انترنت.
كمان في حاجه اسمها هولد اسيست. دلوقتي لو انت بتكلم خدمه عملاء بنوك او اي خدمه عملاء عامه وحطك على الويتنج او الانتظار، تقدر تفعل الميزه دي، واول ما يقول الو او خدمه العملاء ترجع تكلمك هتلاقي التليفون بيرن اكنه بيرن اول مره. كمان دلوقتي تطبيق المكالمات لو بترن على حد هتلاقيه بيدي فايبريشن او هزه كده ان الطرف الثاني رد عليك. كمان دلوقتي في ميزه جميله في التركيز، لو دخلت على اي تركيز او فعلت اي تركيز مثلا في العمل، عايز تفعل شريحه معينه، تقدر تخش على التركيز اللي انت عايزه وتدوس على اد فلتر وتختار الشريحه اللي انت محتاجها وتلغي بقيه الشرايح. كمان اي او اس 26 دلوقتي بيدعم ان انت تقدر تنقل شريحه الاسم من ايفون لاندرويد. لو دخلت كده على الداتا ونزلت تحت وفعلت الاسم هتلاقي في خيار جديد ظهر قدامك زي ما انت شايف كده، ان انت تقدر تعمل تحويل من هاتف اندرويد وتقدر تعمل سكان كيو ار كود، وهتلاقي الاسم اللي في الاندرويد عندك اتحولت هنا على طول من غير اي رسوم اضافيه. كمان ميزه جديده في السكرين شوت، لو دخلنا كده على الاعدادات وعام ونزلنا تحت على السكرين شوت هتلاقي بيدعم دلوقتي ميزه الاتش دي ار، تقدر تفعل الميزه دي في لقطات الشاشه وكمان تسجيل الفيديو. كمان بيدعم الابل انتليجنت دلوقتي، تقدر تعمل سكرين شوت وتبحث عن اي حاجه قدامك زي ما انت شايف كده، وتقدر تسال شات جي بي تي او تعمل سيرش عن طريق جوجل وهيجيب لك نفس النماذج عن الحاجه اللي انت بتبحث عنها دي. وكمان مش بس كده، تقدر تخلي السكرين شوت فول سكرين، لو عملت سكرين شوت كده هتلاقي الشاشه على طول كامله مش بالشكل المصغر. كمان تطبيق الملفات حصل عليه تحديث بسيط كده، لو دخلنا كده على تطبيق الملفات ودوسنا اكس هتلاقي فيه فيو جديد اللي انت تقدر تخليه ليست بوضع الليست زي ما انت شايف كده. ولو دخلنا على اي فولدر مثلا زي الفولدرات دي ودوسنا على السهم ده هتلاقيه بيعرض لك اللي داخل الفولدر بالطريقه اللطيفه دي والسريعه كمان. كمان تطبيق الرسائل دلوقتي تقدر تضيف خلفيات زي ما انت شايف كده باستخدام الذكاء الاصطناعي او اي خلفيه عندك في التليفون تقدر تستخدمها، بس في حاله ان الطرف الثاني مفعل ميزه الاي مسج، انتوا الاثنين مفعلين ميزه الاي مسج. تقدر تختار اي خلفيه من الخلفيات اللي قدامك دي وتقدر تسال شات جي بي تي او ايمج بلاي جراوند يعمل لك خلفيه مخصصه للشخص ده. كمان تقدر تدوس ضغطه مطوله هتلاقي في حاجه اسمها سيلكت، تقدر تختار او تحدد النص اللي انت عايزه داخل محادثات الاي مسج. كان في الاول كنت بتاخد النص كامل، مفيش ان انت تقدر تعمل سيلكت على نص معين جوه الرساله. كمان تقدر ميزه البول او التصويت، تقدر تضيف اي حاجه تصويت داخل جروبات مثلا، تقدر تضيف التصويتات دي داخل الجروبات مثلا وتعمل سند هتلاقيها اضافت بالشكل ده. الميزه دي لسه اول مره تظهر في اي او اس 26. كمان تطبيق النوتس حصل عليه تعديلات جميله برده، لو دخلنا كده على تطبيق النوتس ودوسنا على الثلاث نقط دول هتلاقي حاجه اسمها فيو از جاليري، هتلاقي ظاهره بالشكل الجميل ده بالصور زي تطبيق الصور. كمان تطبيق باسورد دلوقتي بيعرض لك كلمات السر القديمه، يعني انت لو غيرت كلمه السر هتلاقيه بيحفظ لك كلمه السر الجديده وكلمه السر القديمه كمان. تقدر تدوس على فيو هيستوري وهيعرض لك زي ما انت شايف كده الكلمات السر دي، اخر كلمه سر انت عدلتها ودي كلمه السر اللي كانت قبليها. دي بالنسبه للمميزات. وبالنسبه للتاثيرات، التاثيرات دلوقتي موجوده في اي او اس 26. عامه زي ما احنا عارفين ان التاثيرات دلوقتي بقت مجرد ان انت بتحرك التليفون بتلاقي التاثير الزجاجي او اللمعه الزجاجيه دي بتلاقيها بتتحرك معاك، نفس الكلام في شاشه الاف. كمان لو ضفت ويدجت للصور ودوسنا اد ويدجت هتلاقي حاجه اسمها سبيشال سينس افكت اللي هي وضعيه 3 دي، ان انت ما بتحرك الجهاز كده بتلاقي الصوره بتتحرك معاك بالشكل 3 دي. نفس الكلام في الويدجت ده، المفروض الويدجت ده يتحرك معايا بنفس التاثير ال 3 دي اللي هو بتاع الخلفيه واللي في تطبيق الصور، بس المشكله ان احنا في تحديث تجريبي فوارد الاخطاء دي تظهر عادي جدا. كمان لو دخلت على اي تطبيق من تطبيقات ابل زي الابل ميوزك او الابل ستور او الايتونز او الابل تي في عامه وفي الشريط العايم ده بالاخص، لو دوست دوسه مطوله هتلاقي البقعه المائيه دي ظهرت معاك بالشكل الجميل ده جدا. نفس الكلام ده موجود في اي تطبيق من تطبيقات ابل وفي اي حاجه فيها شريط عايم. كمان لو دوست دوسه مطوله على اي حاجه زي كده هتلاقي ان البتاع ده بيتاثر معاك باللمعه او ان هو بيديك اضاءه كده زجاجيه جامده قوي، بصراحه ميزه جميله. كمان في السيرش لو دوست دوسه مطوله كده هتلاقي اللمعه دي بتتاثر معاك على حسب الضغطه اللي انت بتضغطها. نفس الكلام في تطبيق رسائل، لو دوست على الاي مسج هتلاقي اللمعه دي بتتحرك معاك او الضوء ده اللي بيظهر بيتحرك معاك على حسب اللمسه اللي انت بتلمسها. مش بس كده، لو دخلنا على الاعدادات ودوسنا دوسه مطوله على اي زر من الازرار دي هتلاقيه يتحول للزر المائي زي ما انت شايف قدامك كده، شكله جامد جدا. كمان مش بس كده، الميزه دي كمان في شريط التمرير، لو دخلنا كده على اي شريط تمرير في الاعدادات ودوسنا دوسه مطوله هتلاقيه يتحول للشكل المائي ده، بصراحه شكله جامد جدا والتاثير بتاعه والحركه والانيميشن بتاعه شكلها جامد. ودي معظم المميزات المهمه اللي هتظهر لك في اي او اس 26 الفتره اللي جايه في شهر 9 ان شاء الله اما ينزل رسمي للجميع. وده فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.